هو الدولار هيبقى ب20 ولا ب100؟ السلام عليكم، أنا علي الإدريسي وبرنامجكم الهبد الاقتصادي. بقالنا فترة بنسمع طرطيش كلام إن الدولار هيوصل 100 جنيه، ما تيجي أقول لك بقى على الزيتونة. تعال فكرك في 2016 أخدنا قرار التعويم، وساعتها الدولار اتغير سعره من 8 جنيه ل 16 جنيه، يعني الضعف تقريبا. وبعد كده فضل الرقم ده مكمل معانا سنين لغاية مارس اللي فات، وبالاخص يوم عيد الام وانت بتحتفل بست الحبايب طلع طارق عامر محافظ البنك المركزي السابق وحفل علينا كلنا بقرار لا كان على البال ولا كان على الخاطر، وراح مخفض سعر صرف الجنيه قدام الدولار، وساعتها السعر اتحرك من 15.5 ل 18.5، وبعد كده السعر فضل يزيد ووصل لحوالي 19.5، وجه بعد كده محافظ جديد بسعره الجديد. وما تنساش ان في وسط المعمعه دي كلها طلع حد بيقول ان هو شاطر في الاقتصاد ونصحنا بان اللي معاه دولار يخلص منه، ودي جدعنه، وان الدولار عمره لا هيوصل ل 25 ولا حتى 20. المهم عمل ايه بقى يا سيدي المحافظ الجديد؟ اصدر قرار في اكتوبر اللي فات، وهو استخدام سعر الصرف المرن واللي هو بيني وبينك التعويم. ومن ساعتها بقينا نسال نفسنا كل يوم هو الدولار هيبقى بكام النهارده؟ وجات علينا فتره كل واحد بيسعر الدولار بمزاجه، بتوع العربيات شايفينه ب 30 وبتوع الذهب شايفينه 32، لكن البنوك كانت بتتعامل ب 24 جنيه ونص، لحد ما صحينا في يوم ولقينا الدولار راكب الصاروخ ومحدش ملاحق عليه، ووصل ل 33 جنيه مره واحده، يعني مليون جنيه حوالي 30,000 دولار. بس السعر دوت ما كملش معانا ساعات ورجع تاني، بس ثبت عند حوالي 30 جنيه ونص. وده ليه؟ لانه تم ضخ حوالي 750 مليون دولار في سوق الانتر بنك، على عكس الحد اليومي اللي كان تقريبا 150 مليون دولار. ولعلمك ده من ضمن الاتفاقات مع صندوق النقد الدولي اللي بتنص ان البنك المركزي من حقه التدخل في حالات التقلبات المفرطه في سعر الصرف. السؤال بقى هو هيزيد الفتره الجايه وهيبقى ب 100 ولا هيقل وهيوصل 20 ولا كله بيهبد وخلاص؟ بص يا سيدي، اختلفت التوقعات بين المؤسسات الاقتصاديه وخبراء الاقتصاد وحتى بين الهبد، وطبعا مش هقول لك ان انا شاطر في الاقتصاد ولا حاجه، انا هعرفك المشهد الاقتصادي الحالي. بحسب تقرير لوكاله بلومبرج اكدت انه من المتوقع ان يبلغ الدولار حوالي 34 جنيه بنهايه الشهر الحالي. وخليني اقول لك ان استمرار رفع سعر الفايده من جانب الفدرالي الامريكي بيساهم بشكل مستمر في رفع سعر صرف الدولار عالميا، وده قرار بيتخذه البنك الفدرالي الامريكي للسيطره على معدلات التضخم عندهم، في حين استطلاع وكاله رويترز اكد انه هيبقى في ارتفاع لسعر صرف الجنيه امام الدولار، وهيوصل لحوالي 26 جنيه بنهايه يونيو 2023 قبل انخفاضه مره ثانيه لغايه لما هيوصل لحوالي 28.5 في يونيو 24. ولازم تبقى واخد بالك ان كل ما الجنيه يقل، او زي ما انت بتقول ان الدولار زاد، انه بيزود معاه حاجات كتير جدا، اولها البنزين، واخد لي بالك انت؟ وطبعا الغلا مش هيقف عند البنزين وبس، ده اكلك وشربك ومواصلاتك وكل حاجه، لغايه لما ربنا ينفخ في صوره الجنيه. وبعيدا عن الهبد تعالى اقول لك بقى على الخمس مصادر الاساسيه للنقد الاجنبي للاقتصاد المصري، واللي هم تحويلات المصريين من الخارج والصادرات وقناه السويس والسياحه والاستثمار الاجنبي المباشر. تعالى بقى نبص على الارقام ونشوف البنك المركزي بيقول ايه. بيقول لك يا سيدي حصل ارتفاع في اجمالي حصيله تدفقات النقد الاجنبي لمصر بحوالي 34%، بما يعادل 26.4 مليار جنيه، وده مقارنه بالعام المالي 19/20، ووصلت حصيله النقد الاجنبي من مصادر خمسه ل 102.5 مليار دولار خلال العام المالي 2021-2022، مقابل تقريبا 76.1 مليار دولار في العام المالي 2021. تعالى بقى نرجع لسؤالنا الاساسي، هو في امل ان الدولار يبقى ب20 ولا امل ماتت وشبعت موت؟ طبعا في امل لما نعالج مشاكل السياحه في بلد فيها تلت اثار العالم، ونعرف ازاي نعمل ضيوف في بلدنا، وكمان تشتغل على زياده الانتاج وجودته سواء كان من زراعه ولا صناعه، ويبقى فيهم منافسه حقيقيه في السوق تقوي اقتصادنا. وما تنساش اخواتنا في الخارج من مبادرات وتسهيلات اللي تزود استثماراتهم في بلدهم وتحافظ على فلوسهم اللي عملوها في الغرب، وده محتاج فكر جديد ازاي تفيدهم قبل ما تدور ازاي تستفيد منه. ما تنساش ان بلدنا فيها فرص استثمار كتير وبعائد ممكن يكون اكبر من دول كتير منافسه، لكن محتاجين نسوق للفرص الاستثماريه ديت بمعلمه وبشياكه، ومش لازم تقول له ان انت محتاج دولار.
اتمنى اكون وصلت لك المعلومه، بس الموضوع كبير وهتكلم فيه كتير، وده بحر وكلنا نزلنا فيه. استنوني في حلقه جديده وهبده جديده. انا علي الادريسي وده برنامجكم الهبد الاقتصادي. سلام عليكم.